فاللي كانت بتسألني امبارح ازاي انظم المطبخ، ازاي اطبخ، ازاي ما بقاش مهرولة مبهدلة، ابهدل مطبخي. لازم التنظيم. ما ينفعش في المطبخ تقولي للمساعدة رصي انتي او حطي انتي، لا، لازم تكوني عارفة بايديكي الحاجة دي فين والحاجة دي فين والحاجة دي فين. فالتجهيزات بتاخد وقت حتى ليكي انتي شخصيا، عشان لما تيجي تمدي ايدك تبقي عارفة المكرونة، لا عارفة مش عارفة ايه، لا عارفة ايه. كنتوا عايزين تشوفوا، قلت اطلع لكم اطمنكم، لان امبارح اللايف قطع مرة واحدة. ففي مجهود، في مجهود، ما اقول لك لا يعني مفيش مجهود، لا في مجهود، ولكن المجهود ابتغاء مرضات الله بيكون حلو، طعمه احلى، بيديكي راحة اكتر، مبسوطين ونقول الحمد لله، وربنا يقدرنا. الله اعلم ورسوله مين هياكل ده، مين مكتوب له الرزاية هنا، مين مكتوب له اللقمة اللي هياكلها. ما هي اصل حبيت الرز اللي انا جايباها دي هي مش بتاعتي، هي مش مقسومالي انا، حتى شوية الزيت مش بتوعي انا، هو ربنا قاسم لمين يا ترى هياكلهم، الله اعلم. دو صورت التورتات بتاعتها على السنابو، وسابت هنا تورتايه احتفلت معايا، وراحت تحتفل في بيتها مع جوزها، يخرجوا يسهروا يعملوا اللي هم عايزينه. انا معرفش هما لا ما الحاجه اللي في البلكونه ما يجرالهاش حاجه، الحاجه اللي خفت عليها ان المطر ينزل عليها انا دخلتها جوه، انما اللي بره كلها عباره عن كراتين الزيت، عباره عن كلها ازايز وحاجات ما يجرالهاش اي حاجه، فما تخافيش، وحاجه ربنا اوعي تخافي عليها لو راكبه مركب وماشيه في البحر، ما تخافيش عليها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. ويا رب يجعل الأيام دي، يا رب يجعل الأيام المباركة دي خير وبركة على الجميع، على أخواتنا المسيحيين، على أخواتنا المسلمين، على كل الناس في كل بقاع الأرض. ما أكلتش الحقيقة، أكلت معلقة واحدة أهي على غفلة، ادي الفتة، ادي حتة اللحمة، عمالة اجيب حتة اللحمة كده شمال اجيبها يمين، مش راضية تتبلع، الحمد لله والشكر لله. طب جبت طماطماية برضو، جبت حتة خياراية، جبت الزيتونة اكلت نصها، يمكن هموت، يمكن انا وقت الرحيل، الله اعلم، ما اعرفش، مش عارفه، عادي يعني، ليه شر، ليه ولا شر ولا حر، لا يا حبيبتي، ليه 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 يا قلبي، ليه؟ ما احنا ماشيين الحمد لله الشكر لله، اللهم لك الف حمد والف شكر. طبعا حته اللحمه دايبه دوب، بس انا اللي مش قادره اكل، يعني انا اللي مش قادره اكلها. وبقيه الرز كلت اللقمتين العيش والحمد لله وبس، ومعايا كوبايه شاي، ومعايا باكو بسكوت، احسن من الاكله ديت، احسن من الفته بالنسبه لي وحته اللحمه، والحمد لله. وانا بحب العراق كلها، فانا هقوم اخد شاور واغير والبس واتدلع، ده شغل المطبخ. وضبت المطبخ توضيبه مش عايزه اوصف لكم التوضيبه اللي انا وضبتها، يعني الف شمال في ثانيه اجيب ده، في ثانيه اجيب دي، يعني ظبطت وعملت كل حاجه، لان جبت طلبات وجبت كرنب، بس الكرنب ايه يعني، مش احنا مش في مصر كرنبايه قد كده. شاور لا عادي، الدفايه انا منوره الدفايه جنبي اهي وقاعده. فجبت بدنجان، جبت كوسه، جبت طماطم، جبت فلفل، بلاش الهندي ده عشان صعب شويه،
جبت زبادي يوناني لسيف، يحب الزبادي. موز، كان محتاج موز، انا ما باكلش طبعا الحاجات دي. جبت استنوا حبيبي يا يوسف، الله يسعد قلبك يا ابني. لا بالتليفون ما قدرتش، لان انا بجيب عايزه ارص، بجيب عايزه اخلص، بجيب عايزه اظبط. انا في حيره صعبه حضرتك مع الخلفه، اكتر من 3 اطفال وبتشتغلي. طب ايه الحيره اللي عندك يا قلبي؟ هو انت ربنا يعني يقدر لك انك يكون عندك ال3 اطفال. وربنا يا رب يديمهم عليكي نعمه، لان نعمه رزق من الله سبحانه وتعالى، وهبهم لك الله سبحانه وتعالى، تحافظي عليهم وتربي وتتعبي وتعملي كل حاجه. فانت الحيره عندك من ايه؟ عشان انا ما فهمتش السؤال. جبت زبده، يعني هفتح تاني كمان شويه، يعني ادوني ساعه اعمل. كريم مش هترجعي؟ يعني ايه مش هرجع؟ ربنا يخليكم كلكم ويحفظ لكم اولادكم كلكم يا رب ان شاء الله. وانا كمان هاجيلكم ان شاء الله، نقعد مع بعض قعده طويله، نديكي عطوه مش عارفه يعني ايه. متاخريش علينا، والله مش هتاخر، يا دوبك شاور اسشور بس، انشف الشعر عشان ما بردش. انا زعلانه اقرب الناس متخلين عني في ظرف صعب. مين هم اقرب الناس؟ اللي هم مين اللي متخليين عنك؟ ومتخليين عنك في ايه؟ وايه هي ظروفك الصعبه؟ قولي لي كل الجمله عشان اعرف. مش هرجع مصر، لا مش دلوقتي، لكن جايه ان شاء الله باذن الله. بس رمضان مهم في المكان اللي انت عايشه فيه، وانا بموت فيك يا يوسف. عطوه يعني وقت وترجعي بالعراقي ايه؟ هجيلك شوفينا ترتيب المطبخ، شجعينا يا فلفل. يلا بينا على غفله كده، يلا بينا عشان لما ارجع من المطبخ اكون بقى ايه، اقفل واشوف ورايا ايه. ده فين؟ اوريكم تاني. حاضر، يلا بينا. يلا يا ست البنات، ما كملتش طبعا، لسه في كيس بس مش مهم، خلي الكيس. الكرنب اللي جاني اهو بفكر ما بين وبين، بس طبعا هعمله لانه جه مفيش مجال، فهعمله يعني هعمله. طيب جبت انا كميه من البقدونس، وادي الفلفل اللي قلت لك عليه، وادي الكزبره الخضراء عشان لو هنعمل سبانخ او هنوضب دلوقتي هغسلهم كلهم بس على بالليل قوي علشان يعني ما يدوخنيش. ودي الحبه الفته، دي الصينيه بتاعت الفته. طبعا انت عشان تعملي فته بتعملي صينيه كبيره قد كده، لا احنا صينيتنا هي مقاس 10 يعني طبق، يعني هي عباره عن طبق ولسه متبقي منها، والحمد لله والنعمه، يعني الف حمد والف شكر. هي كده الاكله النهارده عباره عن فته باللحمه، ودي بقيه الشوربه معانا هنا اولى صغيره. بالنسبه للتوضيب، انتي لازم حاجتك تكون قدامك. انا حطيت ورق ألمونيا كده علشان خاطر الدنيا تكون كل 2 ورا بعض عشان اعرف اشوف اللي ورا. ده الملح الخشن اللومي، هنا ورق هنا القرفة العيدان، دي جوزة الطيب معاها المستكة، دي قرفة ناعمة، ده ورق لوري، هنا كركم، هنا بابريكا عادية، هنا هيل ناعم يعني حبهان، هنا جنزبيل ناعم، ده الحبهان، هنا في حبة البركة، هنا الفلفل الاسود، ده نعناع ناشف عشان المحشي، ده كمون، ده زعفران عشان الكبسة بالدجاج، كبسة دجاج او بحطه على تحمير الفراخ، هنا بهارات عادية
ودي الكزبرة الناشفة، هنا الماجي، هنا روزماري لو عايزة تعملي اي حاجة بالروزماري، وده الملح الناعم. كده انا حاجتي قدامي، حاجتي قدامي، مش محتارة. مجموعة البرطمانات المقاسين بيخلي الحاجة اللي ورا متشافة مع الحاجة اللي تحت، صح؟ طيب بالنسبة للرفوف، هي من اهم الاشياء للمطبخ عشان حاجتك تكون منظمة. كمان انتي بتحطي كل الحاجة اللي انتي بتحتاجيها في برضو في برطمانات. هنا النشا، هنا حاجتك، كل حاجتك تكون منظمة. حطيت فوق اللي انا مش عايزاه، اللي هو بقية الشطة، بقية السماق، بقية الكزبرة الناشفة، الحاجات اللي انتي مش محتاجاها خالص. خلاص. ايه تاني؟ لازم فريزراتك تكون منظمة، لازم تلاجتك تكون منظمة. انا بالنسبة لي بحط الحاجة كده، ده بقسماط عشان البانيه، هنا الرز علشان حاجتي تكون قدام عيني. صح. هنا برضو بحط الحاجة اللي انا بستعملها قدامي. هنا الفاصوليا البيضة، هنا لسان العصفور، هنا الشعرية، هنا العدس ابو جبة، وهكذا وهكذا. حاجتك منظمة، وطالما انتي منظمة خلاص. فوق بقى خالص عندي البرغل، عندي جوز هند، عندي فلفل اسود زيادة. حاجتي انا اقول ايه؟ انا عندي فلفل اسود ولا لا؟ مش فاكرة. ببص كده، عندي. انا عندي رز ولا ما عنديش؟ عندي. انا عندي مش عارفة كذا ولا ما عنديش كذا. هنا بحط قدام عيني الفوط بتاعت المطبخ اللي عايزة تتغسل، ولما بلمهم في الجردل ده قبل ما اشيله لازم برضو اوريكي كل الفوط. كويس انتي بتكلميني وانا على غفلة علشان اقولك ان اهم حاجة في المطبخ، ودي الغسالة اهي، اهم حاجة في المطبخ هي فوط المطبخ. انك خلصتي مطبخك يعني معناها ان الفوط كلها اللي بتستعمليها، اللي بتستهلكيها، كلها تتغسل وتتحط وتتطبق علشان تحطيها في المكان المخصص ليها. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ كل حاجة تكون مظبوطة انتي مرتاحة، هتطبخي في ثانية، هتعملي في ثانية حاجتك، ثانية تعملي حاجتك. هو ده المهم، النظام. اهو ظبطته خلاص، ظبطته عشان كنت في المطبخ. خدت بالك؟ فاجي النت كويس كده؟ كويس؟ طمنوني. شوشيتا حياتي قلبي. اوكي. فنيجي مثلا انا هعمل اكل، تمام، هاجي اعمل اكل، خش المطبخ امسك الرز، لا دول بقى بيفتحوا مش عارفه فين ويجيبوا كوبايه ايه ويحطوا ايه ويسووا ايه. لا، النظام. لا انا تعبانه جدا، مرهقه جدا، اشتغلت كتير اشتغلت. فانا هاخد شاور واقعد شويه واريح شويه، وبعدين ايه، نرجع نقعد مع بعض قعده حلوه بقى. بس قولوا لي تروحوا شمال ولا تروحوا يمين؟ يا ويلكم مني، انا جايه على طول شاور، استشور الشعرتين لي 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 وارجع. الله ينعم عليكي وينعم على ايامك وينعم على روحك وفؤادك، وينعم يا رب على كل حبايبك. هاجي بقى ناخد الشاور واقعد شويه. قولوا لي معايا.
تسلمي لي يا شوشيتا حبيبة قلبي. سبرينج، ربنا يخليكم يا رب، الله يصلح حالك. ايات جت، طالما ايات جت يبقى الدنيا بخير. اللي زي ايات لازم نقول ان الدنيا بخير. الحمد لله. انا مش باشعار ليه، انا عارفه حبيبتي يا زينب حبيبه قلبي، ربنا يخليك يا رب، ربنا يسعدكم. هنقعد مع بعض قعده حلوه، قعده طويله كويسه. بس اغير البيجامه اللي انا لابساها واشتغلت بيها كتير. فاضل حاجات صغيره، ان انا اغسل الخضره وانشفها واقطعها واحطها كل واحده في علبه، وابقى كده خلاص انا خلصت. واشوف حكايه الكرنبيتين المقطوعين نصين. دكتوره ايمان حبيبه قلبي، نص ساعة. نبيلة قالت لي نص ساعة، وانا بسمع كلام نبيلة لانها من المنصورة، وتعتبر المنصورة بقى حتى لو انا بعيدة فهي اختي ودي بلدي، وانا مش هقدر ازعلها. فهناخد نص ساعة ونحط بقى كده ونرجع كده بالشياكة واناقة كده، ونقعد قاعدة كده على كيفكم. بعد ما انا وريتكم حاجة المطبخ، تنزلي يا حبيبتي كده زي القمر، زي الشطرة والشطورة، وتروحي تجيبي البرطمانات، تعبي كل حاجتك قدامك، كل حاجتك واضحة، كل حاجتك كده قبل رمضان مظبوطة. افتحي كل الدواليب بتاعت المطبخ، ما تخليش حاجة في كيس، ما تخليش كيس مكرونة مفتوح، لا، المكرونة فتحتيها حطيها في البرطمان. طالما الكيس مقفول سيبيه مقفول. مفتوح الكيس خلاص، مادام الكيس مفتوح لازم يتعبى. فتحنا كيس الرز لازم يتعبى. جبتي كيس رز 2 كيلو، جبتي كيس رز 5 كيلو، اخدتي منه حطي في العلبة وشيلي. فهمتيني؟ ده مهم جدا جدا. دكتورة ايمان تسلمي ويسلم الايدين اللي مقدماها. الايد اهم من القلب. ربنا يسعد قلبك يا حبيبتي يا رب، ويخليكي ويفرح قلبك ان شاء الله. بحفظ الخضرة ازاي؟ تحفظي الخضرة عادي. هجيب الخضرة اوريها لك انا عملتها ازاي وافريها لك. لو جبت شط لو جبت شط، يعني ايه شط؟ يعني ايه شط؟ لازم تتعلمي النظام وتعلمي لبنتك النظام، ما تسيبيش بنتك كده. النظام عندي كارو او دو منظمة، بس ملهاش في الاكل والطبخ، بس منظمة. اوريكي يا حبيبتي، تعالي. عايزة تشوفي النعناع الاخضر بتحتفظي بيه ازاي حتى لو اسبوعين، اوريهولك حاضر. وهوريك الخضرة كمان، انا بس بزود دلوقتي حاضر. انا بحب اوري اي حد يسألني عن اي حاجة، عينيا الاتنين حاضر. انت كنتش عايزة ايه؟ النعناع الاخضر اهو. دي فيها مية، بقاله عندي 10 ايام. فهمتي؟ طيب عايزة اوريكي كمان حاجة مهمة. تسألني على الخضرة صح؟ ثانية واحدة عشان بعمل ايد واحدة. ثانية، ده جزء المطبخ التاني. ها ده شبت، بقالها عندي مثلا شهر ولكن هو الإغلاق طريقة الإغلاق يقعد عندك مغسول متنشف محطوط في العلبة ولا يجراله أي حاجة. هنا الكبيبة اللي أنا عملتها معاكم، هنا كفتة الرز اللي أنا عملتها معاكم. انتي منظمة، طالما منظمة. الشبت، البقدونس،
كزبره خضراء اللي انت عايزاه في الفريزر ولا يجرى لها اي حاجه تماما. عايزه اوريكي ايه تاني. جبت شويه فلفل زياده، يعني عندك فلفل زياده اهو في الفريزر اهو فلفل هندي مش الفلفل العادي، لا اهو في الفريزر مغسول محطوط في الكيس بتاعه زي الفل، وقت ما تحتاجيه تلاقيه. عايزين ايه تاني؟ انت اللي بتعرفي. وادي العلب هنا، مستودع للعلب، هنا مستودع للعلب، هنا مستودع للبرطمانات لان احنا بنحتاجهم قوي. هنا مستودع للاكياس، حاجتك تفضل منظمه. ساندويتش ميكر كويس، مامتي عايزه اشتري ساندويتش ميكر كويس، ما تشتري ميكر كويس، ايه المشكله يعني؟ فهنا حاجتك وهنا حاجتك وانت منظمه تعرفي كل حاجتك. حتى مثلا يعني اقل حاجه، يعني اقول لك ايه مثلا، حتى اطباقك حتى كوباياتك لازم تكون منظمه. يعني بمعنى المستوى الاقل فالمستوى الاقل فالاكبر بنظام، صح؟ مش كله على بعض، ما ينفعش كله على بعض. هنا مثلا هنا برضو البولات الاصغر فالمكان فالمقاس انتي منظمه. كانت بتسألني على الحلة الضغط شكلها ايه ونوعها ايه، فانا اوريها لها. ثانية واحدة، كان يجرى ايه ده؟ ادي مقاس، هقفلها واوريها لك عشان انا دي اهم حاجة عندي في مقاس صغير. ده مقاس صغير. طب انا لما اجي اعمل شوية ورق عنب بتعمليهم يا ماما في حلة الضغط؟ ايوه هوريها لك. اهي بصي قد ايه، يا دوبك سطرين 3 ورق عنب، بسيطة جدا وقليلة جدا. وتحطي حاجتك وتنظمي حاجتك وانت كده تمام التمام. عايزه ايه تاني بقى؟ والفوط هتتنشر وتبقى زي الفل، وحاجه كده ايه تستعمليها وطالعه بقى ريحتها حلوه من الغساله. وانتي اللي نظمتي وانتي اللي عملتي بايديكي كل حاجه. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ فهمتوا. فانا هسيبكم هذا اللايف لازم نشوفه الصبح عشان انت لازم تكوني نشيطه. هقول لك على حاجه، كانت امي الله يرحمها تقول لي ايه؟ الحركه بركه. اقول يا اختي ايه الحركه بركه؟ يعني ايه الحركه بركه؟ بلا حركه ايه يا ماما؟ بلا بركه ولا حركه. قومي اتحركي، قومي شوفي وراكي ايه، ما تقعديش. ان قعدتي قعده على قعده خلص النهار واتشمتت لعده. ايه ده؟ قعده على قعده خلص النهار واتشمتت لعده؟ ازاي هو كده؟ عايزه تحطيها في كيس في الفريزر حطيها، بس اقفليه صح. اغسلي الخضره، قطعي الخضره، نشفيها كويس. لما غسلتيها نشفيها كويس. فوط المطبخ دي مهمه جدا. اهم حاجه للست مطبخها فوطها. الفوط تكون فله، والفوط اللي بننشف عليها الملوخيه او السبانخ كل الورقيات دي بتكون كبيره. ليه؟ لانك بتفرديها وبعدين تضميها وتضغطي عليها تقوم تتشرب الميه بسرعه، مش تسيبيها لحد ما تقدد، لا.
وبعد كده تقطعي وتحطي. ايه يا قلبي، ايه يا حبيبتي، ايه يا ماما، ايه يا روحي، ايه يا عمري. لو عندك 10 كيلو دقيق، وايه اللي خلاك تجيب 10 كيلو دقيق؟ هتعمليهم في رمضان في العيد يعني؟ الخضره بتسود عندك في الفريزر، دخل لها هوا. الخضره بتسود، دخل لها هوا. اسمعي كلام ماما، الخضره لو اسودت تبقى انت سبتيها بره، او انت حطاها في الفريزر دخل لها هوا. لازم حاجه محكمه، لازم كيس محكم. ما عنديش امكانيات اجيب الكيس اللي هو بالضغط لانه غالي. طب اعمل ايه؟ هقولك تعملي ايه. انت اصلا مش زينا، يعني انت عندك الخضره ما هي موجوده في السوق كل يوم. احنا مثلا بنشتغل، احنا مثلا بننزل، احنا مثلا المشوار من هنا لمكان عشان نجيب خضره بناخد وقت، ما عندناش سوق مثلا، هنا ما فيش سوق. طيب نعمل ايه؟ فبنضطر نجيب. طب انت مش مضطره، طب عايزه تجيبي ليه؟ فهماني؟ هاتيها طازه بطازه. خلاص رحتي جبتي الكرنبايه طازه، رحتي جبتي حاجه هتعمليها، جيبي الخضره معاها وخلاص. لكن لو عايزه تفرزنيها لازم تكون شيء محكم. طب ما اقدرش اجيب الكيس الغالي يا ماما ده اللي بالضغط. طيب يا حبيبه قلبي، هاتي الكيس، حطي خضرتك، طلعي الهواء كده بفوطه، هاتي سكينه، اقفلي الكيس، اقفلي الكيس بتاعتها. اوقات بجيب كتير بيصعب عليا ارميها، في ناس بتجيبها وبعدين تغسلها وبعدين تمسحها وبعدين تنشفها وما الى ذلك. يعني انا ما بفضلش يعني. بجيب انا بالنسبه لي انا العلب افضل. السمسم بيتنقع، مش عمر السمسم ما يتنقع، عمر السمسم ما يتنقع. لكن لما تكوني جايبه السمسم ابيض فبتغسليه وتصفيه وتنشفيه وبعد كده تحمصيه، ينزل منه الرمل. انا معاكم قبل ما اخد الشاور، قبل ما عايزين ممكن تفرزيها في الكيس وتبرمه رول. لازم تطلع الهواء كويس وتقفل وترول. الا الهواء لو دخل على الملوخيه او دخل على الخضره. انا عندي ملوخيه بقالها 6 شهور في الفريزر زي ما هي، اوريها لك دلوقتي. انت دايما بتجوني على غفله. تتعبيش نفسك يا قلب ماما، يا روح قلب ماما، حبيبتي حبيبه قلبي. بتعملي المحشي ازاي؟ في حله الضغط عادي جدا، لكن الميه بتاعته بتكون نص الميه او الشوربه، يعني ما معناه السائل، يعني نص كميه الميه اللي انت بتحطيها على النار. ممكن اعمله مره واوريهولك. بياخد على النار يعني مده اقل، سويه افضل. الورقه لا يمكن تكون مجلده او ناشفه شويه. الرز بيكون مستوي وبيكون تحفه 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 تحفه. اجمل انواع المحاشي عدا الكوسه او البدنجان الابيض او الاسود، ما تقدريش تتحكمي فيه لانه سريع جدا جدا. ما يلزقش، لا، ما احنا كده احنا بنحط البصلايه من تحت، بنحط البطاطسايه من تحت. لو عندك لحمه هتحطيها، ما عندكيش ما يهمكيش. كل الحاجات دي عايزه تحطي في الاول خالص حته من الورق الزبده اللي بنستعمله في الفرن، حطي. تفريز الكرنب يعني ما هو سبحان الله، ما هو اهلينا زمان ما كانوش بيفرزنوا الكرنب. انا ما اعرفش بقى يفرزن ازاي وليه، ويجلد ولا ما يجلدش. انا ما اقدرش اقول لك كده هاتي لك كرنبيتين وحطيهم في الفريزر. لا، انت قعدتي يعني الشتاء ما شاء الله في مصر طويل، والكرنب مالي الدنيا، اللي هو الزهر، لا مش الزهر، الملفوف مالي الدنيا. 6-7 شهور بتاكلي كرنب خلاص. يعني عايزه اجيبه في الصيف، عايزه انا ما بعملش كده، ما بخزنوش. مرمي قدامنا ب20 جنيه وب50 جنيه وب40 جنيه الكرنبايه. بياخد في الحله بتاعه الضغط كميه وفي الوقت اقل.
انت بتحطي حلة الكرنب على النار، تاخد لها ساعة ل5 دقايق، ساعة ل10 دقايق، وتفضلي تحولي شمال وتقلبي يمين وتجيبيها كده وتجيبيها كده. هي بالظبط ربع ساعة وتطفي. شيلي الهوا بايدك، ما تنتظريش، شيلي الهوا بايدك وشوفي محشيايه في الطبق تبقى عامله ازاي. لقيتيها استوى، رشي نقطه ليمون او دبس رمان وشويه نعناع ناشف واقفلي الحله. وهي مش هتعرفي تستغني عن حله الضغط. انا عندي كل الاحجام. اروح بقى اشوف ورايا ايه واجيلكم وادلع نفسي. الاعلاميه سعاد، اهلا اهلا اهلا. الحمد لله، فضل ونعمه بخير. ازاي افرز الملوخيه الخضراء؟ تجيبي الملوخيه، قطفيها، انقعيها، حطي الميه والخل، حطي اللي انت عايزه تحطيه، اشطفيها مره 2 3 4، طلعيها على فوطه كبيره في المطبخ، سيبيها تنشف، لفيها عشان تنشف كل الميه اللي فيها. نشفتيها كياس كياس بالضغط، نفس ما وريتك الخضره دلوقتي، وانا وريتها لك على غفله وبقى عندي شهر. بياخد 10 من 10 يعني من ساعه ما تسمعي صوت الصفاره 10 دقايق، لازم تسمعي صوت الصفاره 10 دقايق. ماما جالي لبن كتير النهارده 10 كيلو، اعمل بيهم زبده ازاي؟ حلو. انا محتاسه، مش عارفه العمل بيهم ايه. ولا تشغلي محتاسه ليه بعد الشهر؟ زي ما هم محطوطين في ايه يعني. اللبن ده محطوط في ايه؟ هتغليه صح؟ هتغليه، هنغلي شويه، وعشان هو كتير هنغلي شويه ونسيب شويه. روبي شويه يعني، ما تجيش جنبه خالص، روبيه يعني. هتحطيه في حله بغطا وتحطيه في فرن البوتاجاز من غير ما يتغلي. خلاص، ادي واحد. بعد كده لما هتطلعي الحله دي هتلاقي على الوش الكريمه، شيلي الكريمه دي، وهيبقى عندك الرايب. الرايب ده تستعمليه في بكاكيم، تستعمليه في فطير، تستعمليه في تحطي منه معلقتين على الرز المعمر، حطي في علبه، مش هيجرى له اي حاجه. خلاص، اضربي الرايب دوت في الخلاط بحتتين تلج وحبه ميه، ترك، ودي العيل يشرب لبن رائع رائع اللي هو اللبن الرايب. وفي نفس الوقت انت خدتي الكريمه اللي على الوش. الكريمه خدتيها، اضربيها 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 بالمضرب الكهربائي، هتلاقي الكريمه دي حته زبده بقت كده، وشويه ميه بتاع اللبن بقوا في الناحيه التانيه. طيب عايزه اغليه، حطي الحله الكبيره فيها اللبن اللي عايزه تغليه وحطيه على النار، يغلي، طفي، يبرد، دخليه التلاجة. هتبصي تلاقيه ختم بايه؟ ختم بالقشطه. طلعي القشطه، اضربيها 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 اضربيها، هتطلع معاكي زبده. هتسيحي الاتنين مع بعض وتعبيهم في برطمان، بقى عندك سمنه. اللبن حطيه بعد كده اللي غليتيه حطيه في التلاجة، مش هيجرى له اي حاجه. ازايز واقفليها صح، ازايز واقفليها صح، وبس. عايزه مني ايه تاني بقى؟ ايه حياه قلبي يا نبيله؟ البسمتي ينفع احشي بيه؟ ينفع تحشي بيه طبعا، ينفع، بس احنا كمصريين ما بنحشيش بالبسمتي، لكن فلسطين، لكن لبنان، لكن سوريا بيحشوا بالرز البسمتي. طب انا اعمل ايه؟ انا بحب اعمل ايه علشان الحاجه ما تبقاش مكتومه بالرز المصري؟ حتى لو بعمل في الفرن اي حاجه، فبعمل ايه؟ او بطبخ على النار الرز المصري بتاعنا، عندنا مثلا كوبايتين رز، بحط نص كوبايه بسمتي معاه، فتبص تلاقي الرز مفلفل كده. لبنان ما بيحشي الا بالمصري. في ناس بتحشي بالمصري، بيحطوا لحمه مفرومه نيه مع الرز، وفي ناس بتحط بالرز البسمتي عادي جدا جدا جدا. ده بينفع وده بينفع. ربنا يحفظك، ربنا يخليكوا ليا يا رب. حضرتك يا ماما احلى حاجه، ربنا يخليكي يا قلبي، ربنا يخليكي. ريهام يا حبيبه قلبي،
ربنا يسعد روحك يا بنتي يا رب ويصلح حالك. ما تشكرينيش على حاجة أرجوكوا، اللي بيسأل أو عايز يعرف حاجة. المصري أفضل طبعا، ولكن البسمتي أحلى وأحلى وأحلى، واسمعي كلامي، ولكن غالي. الحمد لله والشكر لله، اللهم لك ألف حمد وألف شكر يا رب. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الخيار والطماطم والفلفل أحطهم إزاي في التلاجة؟ خيار وطماطم وفلفل إيه هنعمل لهم إيه؟ الفلفل لو كتير عندك، جايبه كيلو كيلو وربع مثلا، انا بحط تحت شويه طازه، وفي حاجه مش عايزاها بقوم حطها في كيسها، اغسله وانشفه واحطه. انما خيار وطماطم عادي جدا. يا ست الكل، عندي كوجه. ايه كوجه دي؟ صار لي شهر كيف اتخلص منها. ايه كحه؟ كحه عندك كحه يا حبيبه قلبي يا روح قلبي؟ لبن الذكر هيضيع لك الكحه، مش عارفه هي ناشفه ولا فيها بلغم، الله اعلم، بس لازم دكتور. الخيار بيبوظ بسرعه، التلاجة مش مظبوطه، فيها نسبه تلج بسرعه. الخيار يا حبيبه قلبي تجيبي العلبه البلاستيك وتغسلي خيارك وتنشفيه واحده واحده. بس المشكله لما تجيبي جايبه كيلو، يعني ليه بتكتري؟ المهم يعني كيلو خيار هيقعد معاكي قد ايه؟ ده انت لو قطعتيه ترانشات رفيعه عملت سندوتشات جبنه للعيال. مش عارفه انتوا بتخلوا الحاجه عندكم ليه؟ حلل ايه للمطبخ احسن شيء؟ انا بستعمل التيفال في المطبخ هنا. طب مصر لا ما بستعملش التيفال. تحت ورق المطبخ، انا بغسليه واحده واحده ونشفيه كويس جدا. ورقه المطبخ حطيه وعلبه ومقفوله وحطيه في التلاجة. خلاص قلت يعني يتساب في الاكياس عادي. شنو هذا؟ اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ ما هي الست يعني ايه؟ ما انا يعني ايه ست؟ ما يعني ايه ست؟ يعني قعدت في الصالون انا سيده، يعني قعدت في الشغل في مكتبي انا سيده، يعني دخلت مطبخي انا سيده، يعني في اي مكان، في اي مكان انا ست. يعني ايه ست؟ يعني عندي درايه، عندي نظافه، عندي فكر، عندي علم، عندي اللي حد سألني كبير او صغير اعرف اجاوب، عندي بتصفح كل شيء، ادقق في كل شيء، والا انا هيكون ايه لازمتي؟ يعني ايه فايدتي؟ قاعده للمشاكل. انا قاعده للمشاكل، للقيل والقال واللي حصل واللي جرى لا يا حبيبتي، لا يا روحي. الحاجات دي مهمة جدا انك تكوني على فهم وعلى علم وعلى دراية. انت ست البيت، انت المديرة. والله انت لا، مش مين قالك ان فاهم؟ محدش في الدنيا فاهم كل حاجة، محدش حبيبتي قلبي، محدش في الدنيا بيفهم كل حاجة. لازم هستفيد منك، لازم انت عندك حاجة مش عندي هستفيد منك. يعيش المعلم ولا يتعلم، يفضل يتعلم. فهمتيني؟ بس قناة دو قفلت، معرفش قفلت ايه دي. يعيش المعلم ويتعلم. من بغداد، احبك اموت عليكي، اساور فضة، الله يصلح حالك. شوشيتا 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 شوشيتا. هتضيعوا عليا الحمام، هتضيعوا عليا اني اغير، هتضيعوا عليا حاجات كتير. استنوا معدل البتاعة دي. حبيبتي نجمة البحر، حبيبة قلبي وحبيبة قلب ماما. يا ما الطماطم يا ماما بتتشال من غير غسيل في التلاجة. شيليها من غير غسيل يعني عشان ايه يعني؟ ما انا مش فاهم. وانت جايبه طماطم في التلاجة كيلو 2 كيلو 3 كيلو يعني؟ لا لازم، ما اقدرش. مين اللي قال لك؟ هقول لك على حاجه. اللي بتتكلم على الحمام الفلبينيه، وانا اتعلمت الموضوع ده على فكره من زمان منهم. هم الفلبينيه، السريلانكيه، نيجيريه، لا يمكن، محال. عارفه يعني ايه محال؟ محال
اخر حاجة تعملها في حياتها انها تخش الحمام تستحمى وتحط في جسمها كل الروايح وكل الكريمات، معرفش ازاي، بطريقة رهيبة يعني، وتغير كل لبسها اللي كانت لابساه وتلبس من ساسها لراسها كله كله كله. اقسم بجلال الله ما تخش فرشتها يوميا لو الدنيا بتنقط تلج. تلج، لا الفلبينية ولا النيجيريا ولا السريلانكا ولا الاندونيسيا محال. ايه يا امي، ايه يا ام قلبي، ايه يا عمري، لا يمكن. احنا ممكن نعدي يومين، ايه المشكلة؟ لا دول بالليل، او انت ممكن تقومي الصبح تاخدي الشاور، فاهماني؟ لا دول يوميا بالليل، فاهماني؟ فما فيش حاجه تقولي لي اصل الحمام غلط بالليل، لا 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 لا، سيبك من الهجس ده، ولا غلط ولا حاجه، ولا غلط ولا شيء. ايه يا عمري، ايه يا روحي، ايه يا قلبي، ساكنين الحمام. مامت مين؟ ثانيه واحده اشوف بتقول ايه. ماما هي لولي عندها برد. حضرتك مامة كارو؟ انا مامة كارو، ايوه انا مامة كارو. ايه يا عمري، ايه يا روحي، ايه يا قلبي. لا مفيش حاجه اسمها حرام. ايه هو اللي حرام؟ ايه حرام؟ مين اللي قالك حرام؟ وتعلمتيها فين حرام الشاور بالليل؟ وايه اللي هيحصل لو يعني مين اللي بيقول؟ يعني مين اللي بيقول؟ ما تقعدوش تقولوا كلمة الحرام دي كلمة تقيلة. ما تقوليش على حاجة حرام. ايه يا امي، ما تقوليش على حاجة حرام. الحرام مبين معروف، والحلال بين، ده بين وده بين. ودايما استفتي قلبك، ما تمشيش ورا حد ولا تمشي ورا حد بيقول. استفتي قلبك. ايه الحرمانيه؟ طب انا ممكن اخش اعمل حمام بالليل قبل الفجر بعد الفجر. طب ما انا قبل الفجر بدل ما اتوضى، طب ما انا اخد شاور. فين هنا الحرمانيه؟ ايه هي الحرمانيه؟ لا ما تقوليش على حاجه حرام حرام. انت مصر تاخدني بتاع الله. الكلب في البيت مش حرام؟ اللي عايز يقول حرام يقول حرام، واللي مش عايز يقول حرام ما يقولش حرام. برضو انت برضو. طب ما هي تفسير استحمام سيدنا يا محمد عليه الصلاة قبل الفجر للصلاة، كلام منطقي يعني. في حد مصر قوي انه يعني ياخدني استضافة، بس انا برضو مصر انه لا، لانه مش من حقك. برضو لو هتقعد 100 سنة مش هاخدك استضافة، برضو انت قليل الذوق. يلا اسيبكم بقى، اسيبكم عشان اشوف لولي واخد شاوري والبس واتأنتك ونقعد مع بعض. ايه يا امي في ايه بس؟ في ايه؟ اعملي حضرتك بلوك مع ده عايز يخش جولة، بيبعت لي جولة، اعمل له بلوك ازاي في الجولة؟ معرفش. يلا ونقعد مع بعض نتكلم مع بعض نصايه. عيني دي يا بلبل، وعيني دي انتي تأمري تأمري تأمري. حبايبي وحبايب قلبي، الله يسعدكم فرح قلبكم. وموعدي معانا حاضر هعمل قهوتي. بلاش تقربي من نفسها، من نفسها. النفس مين دي ما قربش من نفسها دي. ربنا هيحاسبني عليها، ربنا هيحاسبني على لقمتها واكلتها وكل حاجة. ربنا هيحاسبني على كل شيء فيها. انا بطعمها، انا بسقيها، انا بطبطب عليها. ربنا وحده اعلم. ما تخافوش عليا. خافوا عليا من ايه؟ خافوا عليا من الشياطين، بس دول مش شياطين. خافوا عليا من شياطين الانس بس. انما اي حاجة تانية لا، ما تخافوش، ما تخافوش. ربنا يكفيكوا شر شياطين الانس. بحبكم جدا. هنقعد بالليل، شوفوا لي هنتكلم في ايه، عايزين تعملوا ايه، عايزين تقولوا ايه، قولوا لي. اوريكم الكريم الجديد وريته لكم امبارح يا جماعه. انا خلصت، انا خلصتها، خلصت امبارح علبه رينكي. حسبي الله ونعم الوكيل. كل شويه احط قد كده.
يلا بقى عشان اخلص بسرعه. منظرك يا جميل ده حاضر. يلا باي 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 باي.